ايه اللي بيحصل بعد ما بنموت؟ هو فعلا في حياة تانية، ولا كل اللي عشناه ده بينتهي في لحظة كأنه لم يكن؟ السؤال ده من أقدم الأسئلة اللي حيرت البشر من ساعة ما عرفوا وجودهم. كل واحد فينا جواه الخوف ده لحظة النهاية، حتى اللي بيضحك ويقول مش فارقة لما بيقعد مع نفسه بالليل ويجي ينام بيسأل نفسه السؤال ده: هو ايه اللي هيحصل بعد ما اموت؟ ده سؤال جمع العلماء والأديان والفلاسفة على مر العصور. الإسلام مراحل بعد الموت، القبر، سؤال الملكين، البعث، الحساب، الجنة أو النار. المسيحية القيامة والحياة الأبدية. اليهودية شبيهة لكن بطريق مختلف. البوذية والهندوسية ممكن تتولد في شكل إنسان جديد على حسب أعمالك. تناسخ. سقراط قال الموت رحلة نحو المجهول. أرسطو الموت هو نهاية الوظائف الحيوية. نيتشه قال الحياة والموت مجرد وهم، المهم هي الإرادة. الفلسفات المادية بتقولك إن بعد الموت مفيش حاجة، كأنك ما اتولدتش. هل تتخيل نفسك مجرد عدم؟ ولا ده مستحيل على عقلك يتقبله؟ الأبحاث الطبية اللي اتعملت على الأشخاص اللي ماتوا إكلينيكيا ورجعوا كشفت ظاهرة اسمها نير ديس اكسبيرينس. النور، الطيران فوق الجسد، مراجعة الحياة. هي الظاهرة عبارة عن كده بالظبط. أمثلة حقيقية حصلت لأشخاص حول العالم، وكانت تفسيرات العلماء هلوسة، نقص أكسجين، نشاط كهربائي في المخ. لكن ليه ناس من ثقافات مختلفة بيشوفوا نفس التجارب؟ هل دي إشارات من عالم تاني، ولا مجرد أوهام عقل بيموت؟ من ضمن الأمثلة اللي حول العالم، واحد شاف نور وسمع صوت بيقوله لسه ما جاش وقتك. حد تاني شاف نفسه في مكان مظلم وسمع صراخات. حد رجع بحالة نفسية مختلفة، بقى أهدى ومتدين أكتر. ليه الإنسان عنده خوف رهيب من الموت؟ هل الخوف ده طبيعي لحمايتنا من المخاطر، ولا هو جزء من الفطرة اللي بتقول لنا في حياة بعدها؟ الموت هو اليقين الوحيد اللي في حياتنا. السؤال مش بس ايه اللي بيحصل بعد الموت، السؤال هل انت مستعد للموت؟ وفي النهاية احنا مش هنعرف ايه اللي بيحصل بعد الموت الا لما نقابل اللي خلقنا.